ابن عم الشهيد مبروك. النهار هذايا اللي حصلت فيه الحادثة، يعني كنتوا تتوقعوا الشيء هذايا؟ الجبل كنتوا عندكم فكرة أنه منطقة غير آمنة؟ كانت عندنا فكرة. ساعة نحب نشكركم على الاستضافة ونشكر فريق نسمة ضامنوا معانا وتكفلوا بكل شيء. أما ما كناش نتوقعوه الشيء هذا، وكنا نتوقعوه. كيفاه؟ لأنه الجبل كنا نعرفوه في بالها تونس كاملة، نتصور خاطر صوروه وشافوا كل شيء، وجتنا تهديدات من الإرهاب. مبروك هذايا في رمضان جاء تقابلوا الإرهاب في الجبل. يعني الشهيد يحكي لكم يقول لكم راهو تقابل مع جماعة من قبل. نقول لك علاش ما بلغنيش نحن. ترى ايوه. كان سارح في الجبل كي هبط له واحد بكله سكاك، بكله متفجرات، بكله سلاح، تونسي شاب صغير، والباقي بقى يراقب من فوق، قرابة 20 شخص. والدولة كان عندها علم بأنه فما إرهاب في الجبل. هذا وقتاش نسيم؟ في رمضان. رمضان هذا أي. كانت عندها فكرة الدولة أنه ثم إرهاب في الجبل. قالوا له نعرفوكم تسكن ونعرفوا أهاليكم الكل، رانا معناها ماناش مستهدفين المواطن، مستهدفين الجيش والأمن بصفة عامة. ماناش مستهدفين المواطن. حبوا يشروه في اللحظة هذيك، حبوا يشروه، حبوا يطمنوه انه الجبل عندك عادي كتب له. قال له لو كان نحبوا نسيطروا على الجبل رانا لغمناه من الاطرف للاطرف، من تغوت لعن جفيل. رانا لغمناه اللي طبوا، معناها كانوا ينجموا يعملوا العمليه، ما هما شنو الهدف نتاعهم؟ هذا في كلامهم مع الشهيد مبروك في رمضان الفارط. في رمضان الفارط هو نقل لكم الكلام هذا؟ اي نعم. علاش هما حكوا معاه الحديث هذا بالضبط؟ حبوا يشتروه وقادرين يشترونا نحن شباب المنطقه، اللي هو شباب مهمش، شباب امي، شباب ما يعرفش حتى كش يحكي، شباب بطال، شباب انا بطلت قرايه عمري 16 سنه، بابا عمل عملي بسبب ظروف ماديه نعيشوا درجه فقر تحت الصفر، ممكن ثم 30 درجه تحت الصفر، فقر فقر فقر. ناكلوا في الحشيش، ناكلوا في الخرش، وناكلوا في الخبازه. اللي امي تغسل الخبازه وتطيبها لي. ابسط الحاجات الماء نحن نجيبوا فيه من الجبل، نديموا الجبل فيه الارهاب تو، منين باش نشرب؟ انا باش نموت سواء من العطش، سواء من الشر، سواء من الارهاب. محطوط قدام امر الواقع، منطقه كامله قدام امر الواقع، مستهدفين في اي وقت ومزال نحن علاش ما خبرناش الجيش في رمضان؟ علاش ما خبرناش الحاكم في رمضان؟ لأننا خايفين. لو كان طلعت طيارة بالصدفة نهار اللي تشد مبروك في رمضان، لو كان طلعت طيارة بالصدفة من الجيش مش لازمة باش يخبرها مبروك الله يرحمه. كان طلعت طيارة بالصدفة كان نموت عرش سلاطين يموت ليلتها. قالوا له تخبر تطلع طيارة نحسوا ثم حفلة تحاكم في الجبل الليلة تموت. معناها هو مستهدف من قبل، مش مستهدف من مستهدفين التو نحن. قد تعداد العرش عندكم السكان غاديك قداش؟ ثم قرابة 200 شخص 300 شخص، ممكن كل واحد يعيش في بلاصة. معناها الدولة شنية أول حاجة عندها علاقة بالدولة موجودة عندكم قريبة؟ مستوصف، مدرسة، شنو هو بالضبط؟ شنو مؤسسات الدولة؟ شنو المؤسسات اللي يرفرف عليها العالم غادي؟ أنا عمري 20 سنة، عمري ما ريت مسؤول طلع فهم دوار السلطنية، بعمري ما ريت مسؤول طلع دار البلاد، بعمري ما ريت مسؤول. الوطنيين نعرف بطاقة تعريف، وطن 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 وطن، نعرف روحي كيف بطاقة تعريف وطنية. باش نسأل سؤال ولو الواحد، الانتخابات هذه شاركتوا فيها؟ ما ننتخبوش، لأنه لما يجينا ما نعرفش كيش ننتخب. أنا عمري شاب، عمري 20 سنة، ما نعرفش كيش ننتخب. لا نهار نادوا لي باش ننتخب، لا نهار قالوا لي يجي باش تنتخب، ولا نهار ريت مسؤول جاي قال لي نخب لي. ما انتخبتش، كلنا ما انتخبنيش. ابسط الحاجات، طريق ما عندناش طريق، تنسوا عقرب يموت، تنسوا عقرب يموت. اقرب مركز استشفائي وين؟ مستوصف حاجه وين؟ اقرب في عماده اخرى في زغمار. تبعد قد ايه عصلت لي؟ تبعد قرابه 10 كيلومتر ولا قد ايه. ما عندناش حتى طريق باش ما تطلعش لنا الكراهه.
كي نسوقوا سوق اسبوعي نحن نهبطوا بعاد على الدار قرابه 10 كيلومتر، شكرت السميده نروح بها على ظهري هنا ونروح للدار. باهي حاشاكم مش نقول كلمه، اللي عنده بهيم حاشاكم حاش من يسمع فيا، اللي عنده بهيم هانو عرضه وجاب قذيه واللي ما عندوش يروح بها على ظهر. نحن مراه تزيد معناها تجيب صغير بتجيب صغير، فما اللي تموت، فما اللي تموت ما عنديش باش تخلص، ما عنديش باش تخلص باش تجيبك الصغير في كرش، وفما الصغير اللي يموت من حمل البيض اللي تحمل فيها على ظهره، يمشي يجيب بدون ماء باش يشرب. انا دوله نتبعه نحن اللي ما كنتش نسمع بها تونس والجزائر ومغرب، ممكن وليت نفرق اللي تونس والجزائر ومغرب من اللي عمري 16 سنه بطلت القرايه. علاش بطلت؟ خرجني بويا باش نمشي نخدم، باش نخدم في المرمى، نهار نخدم ونهار لا. العيد كبير ما روحتش انا، ما روحتش العيد كبير، ما عيطتش في دارنا انا. بعثت فلوس باش بابا يقري خواتي وانا نبقى نعيد هنا في تونس. بعثت فلوس وقعدت 10 ايام بطال بالعيد حادث. بطال الشباب الكل بطال. نمشوا نقعدوا تحت الحيط باش يجينا واحد يهزنا هاي تمشي تخدم. مرات يجيك ومرات ما يجيكش. اتعفس فينا التلامذه، ماك شفت تلميذ تقسم نموت ونحي، خلينا مانيش حي باش نقول نموت. انا اصلا نموت، انا عايش مش عايش من اجلي، انا من اجل روحي. كلنا نحكي بالشباب الكل. احكي خاطر مانيش عايش باش خليه يحكي خليه يحكي. مانيش قاعد معناها عايش الروح هنا، مانيش نفكر في باش نكون مستقبلي ونبني كندادي. احكي لهم بربي اللي في احكي لهم ونكون ونقد نخدم معناها اني باش نوكل اختي ونقراها ونوكل بويا وما نوصلش باش نقراها وما نوصلش باش نوكل امي، معناها العيشه اللي عند تعيشها. ابسط الحاجات محرومين منها، ابسط الحاجات اللي هي بسيطه بدرجه ما تصوريش. بسيطه درجه ما تصوريش. هو علاش مبروك مات؟ علاش مات؟ نرجعوا للحديث. علاش مبروك مات؟ لخاطر متزوز على الجبل، مورد رزقه من الجبل. من الجبل نجيب منه في الماء، الجبل اليوم في العراق ما نمش نشرب. الحطب اللي نطيب عليه في الكسره، اللي طيب عليه امي في الكسره من الجبل اليوم فيه الارهاب. منين باش تجيب لي الحطب باش ناكل الخبز؟ منين باش تجيب الحطب باش ناكل الخبز؟ الماء باش نشربوا بحذانا بحيره جبليه فيها الجثث تاع الحيوانات نشربوا منها. شكون اللي يرضى روحه نهار بلا تواليت؟ شكون اللي يرضى روحه نهار بلا تواليت؟ في البرد في كل شيء، يمشي للهندي يمشي لبلاصه خياليه. سيد منصف مرزوق جاي اليوم ويقول ما عندي ما نعمل لكم. شني ما عندي ما تعمل لي؟ انت شني قرت كرة تتبع فيه؟ منين مستحق الامن ومع الامن ومع الجيش؟ شني على حساب شكون الشريك قاعد تاخذ فيها انت تو؟ كي طالع لي اليوم وتقول لي ما عندي ما نعمل لك، علاش جاي؟ شني ما عندك ما تعمل لي؟ راس بشر تكور، راس بشر خفت الصحافه تصور فيه، مش راس علوش. شباب بطال نقعد نخموا. تونا ما عدتش نمشي نجم نخدموا، كلنا ما عدناش نجموا نمشوا نخدموا. علاش خايفين؟ ما عدناش نجموا نمشوا نخدموا. ما عدناش نجموا نمشوا لتونس وصفاقس باش نخدم. انا امي خليها سير حب الغلام ونمشي نخدم باش نجي نكفي لخواتي. كتبهم قرايتهم مرات ما خلطش يشتكي الكرار يقروا بها وكا يكتب. يضربهم المعلم ويطردهم الاستاذ ويخرجهم كسكلي ويضربهم خاطر ما عندوش كتيب، ما عندوش باش يقعد يتبع مصاحبه ويطلب كتب وحالته معناها حاله مزريه. فقر وايماننا بربي. ما عندي الثقه ما سي قريب تقطع الثقه، معناها ما عنديش ثقه، ما عادش عندي ثقه في ربي. الثقه في ربي. عمتي اليوم تعيش في حاله نفسيه تعبه لدرجه تعبه عندها غلط الدم، بالسفير، السكر، برشا مرض تعاني فيه. يجي ولدها مدغرم بالدم، معبي بالدم تاع مبروك، تمس ولدها تلاقيه ملطخ بالدم. كيش تحب يكون موقفها؟ شكون اللي ينجم يعيش الموقف يزد راس بشر وهو يتحرك في ظهره؟ هذه دولة؟ وين المسؤولين؟ وين؟ وقتاش؟ فأنا لحظة باش يخزروا لي، فأنا لحظة باش يخزروا لنا.
قادر يشرينا الارهاب، قادر يشرينا، لكن نحن نسعى ما خلوش يشترينا، ما خلوش الارهاب يتكثر مجموعات وما خلوهاش. قادر يشترينا الارهاب اليوم، يغرنا بالفلوس، يشتريها الشباب، يشتريها اولاد المنطقه السلاطينيه ذوما، يشتريهم، قادر يشتريهم، يجي يغريهم بالفلوس ويشتريهم ويغسل له مخه وتولي ارهاب عليه. ولازم يشوفوا عنايه خاص، يشوفوا بالعائلتين هذوما بالاخص العائلتين، العائله تاع شكري سلطاني والعائله تاع مبروك سلطاني، لان العائله تاع شكري سلطاني عايشه تو في حاله مزريه، حاله ما تشافش. اول حاجه فقر، قديش باش يعاني، قديش باش يعاني، قديش باش نعانوا، قديش باش نعانوا، قديش ابسط الحاجات ما عندناش نحن، ابسط الحاجات. الشباب تو كل باش يبقى بطال، كل باش ولا نفكر باش نطلعوا لجبل الارهاب وحدنا، قد صار طلعنا وجبنا الجثه وحدنا 24 ساعه مطيشه في الجبل، 24 ساعه الجثه مطيشه في الجبل. انتدبوا ولاد المنطقه، انتدبوا ولاد المنطقه، انتدبوا ولاد المنطقه، يطبوا الجيش، عملوا لهم جزرنا، مش كانت عندنا جزرنا في الجبل كان فيها جيش طيحوها، علاش طيح فيها؟ ابني جزرنا اخر ودعمها، دعمها يبقوا ثم في الجبل. مش تسمى انت هارب من الارهاب، مش تسمى الجيش هارب من الارهاب، معاه نحن معاه. مش تسمى انتدبوا ولاد المنطقه، عملوا لهم جزرنا يبقوا ثم. نحن نفكروا تو باش نجيبوا حقنا بيدينا، فكروا تو باش نطلعوا للجبل ونطلعوه الارهاب هذايا، مستعد نضحي بحياتي، ما يسالش، خلينا نموتوا مليون تونسي ونتخلصوا من الارهاب، خلينا نموتوا مليون تونسي وتخلصوا من الارهاب، خلينا نموتوا نحن 11 مليون ويموت منا مليون ويعيش ال10 ملايين يعيشوا لاباس، تعيش تونس لاباس. طريق ما عنديش طريق، ما عندناش طريق، وين الطريق؟ ننقل مع الناس، ما عنديش فاش نتنقل، نهار اللي تصب المطر، تصور المطر تصب جمعه، ما نسوقوش للسوق، هم يقولوا السوق، نولوا ندوروا على الخبازه وندوروا على الخرشف، اللي الناس تقول سبحان الله حرم عليك الحشيش، معناها يعطوا بها مثل كاستهزاء، ناكل فيه يا الحشيش، هم يجيبوا الخرشف وطيب فيه، يجيبوا الخبز وطيب فيه. عندنا شكون قرا وخرج. بالنسبه للكلام ده كله ولاد المنطقه قطعوا الامل من القرايه، قطعوه الامل، ما عادش امل. وصلتهم معلومه انه تقرا ومن بعد لازم تدفع كذا وكذا رشوه وكذا كذا باش تدخل تشد بلاصه، وشوف تشد شوف لا بالمعارف. لا خليه يواصل، لا خليه يواصل ارجوك، ما نقص حتى شيء، ما فما حتى يواصل خليه هو ماهوش قاعد يعمل في خطبه يستجري في اصوات ناخبين ولا فكت زعبين اللي احنا متعودين عليه ونعرفوا. واصل. ناس ما قدتش باش تقري ولادها، ناس ولادها قاعده تخرج من القرايه. شكري هذا اللي محمل راس الجثه بطل عنده 3 ايام، بطل عنده 3 ايام. علاش بطل من القرايه؟ علاش بطل من القرايه؟ بطل لان ظروف ماديه ما تسمحش، لان امه هي كانت سارحه بالشيه، امه مريضه تعبت، تلز انه باش يبطل القرايه بسبب امه مريضه وسبب انه ظروفهم تعبت يعيش في زوج بيوت. بطل القرايه وبرشا شباب ومستهدفين ومازلنا مستهدفين انه الارهاب راهو جاينا نهار اخر. نحن ناس تو بابا البارح قال لي نرحلوا والناس الكل تحكي بالترحال. مش باش يقول الارهاب باش يسيطر على القريه هذيك، مش معناه مش يستوطن غادي. اليوم سيطر على القريه هذيك، غدوه يسيطر على قريه اخرى، بعد غدوه. نحن لازم نعمل ستوب. كلمه ستوب عندها معنى اخر. نسيم ابن عم الشهيد مبروك السلطاني محمد، انا نحييكم انكم استجبتوا للدعوه، حكيت مع التوانسه انت، وما نتصورش فما ناس اخرين مازالوا ينجموا يحطوا العلم تريكولور ويقولوا لكلنا فرانسيس وكلنا واحد. فما اولويه هاكم شفتوها توا قدامكم، الفرانسيس على العين والراس، احبابنا ونضامنوا معاهم منطلق انساني، لكن نغزروا الاولويات اللي تستنى فينا. ان شاء الله نتقابلوا غدوه في موعد اسعد.